تفتكر الإنسان هو الوحيد اللي بينام؟ لو قلت لك إن حيوانات بتنام بعين واحدة، وفي أنواع تانية ما بتنامش أصلا طول حياتها. النوم بعين واحدة؟ أيوة، طيور زي النورس والدلافين بيناموا بعين واحدة مفتوحة والتانية مغمضة. ليه؟ علشان يفضل جزء من مخهم صاحي يراقب الخطر والتاني يرتاح. نظام أمان طبيعي خارق. الغريب بقى إن في حيوانات ما بتنامش خالص. بعض العلماء بيقولوا إنه في أنواع من الأسماك والأحياء البحرية ما بتنامش بشكل واضح زينا. جسمها بيقلل النشاط فقط من غير ما يدخل في نوم عميق. وفي حيوانات بتنام وهي واقفة. الخيول والزرافات بيناموا وهم واقفين، عندهم مفاصل بتقفل نفسها تلقائي عشان يقدروا يرتاحوا من غير ما يقعوا. تخيل. وفي حيوانات تانية بقى بتنام نوم طويل جدا. الدببة بقى بتدخل في سبات، وكلنا عارفين المعلومة دي، شهور من غير أكل أو شرب. لكن المفاجأة إن في حيوانات بتدخل في سبات بيستمر لسنين، زي بعض الضفادع والسلاحف. أغرب حيوان بقى يعني أنا بالنسبة لي ده كائن غريب، الأخطبوط. لما بينام جلده بيغير لونه، ده معناه إنه حتى في النوم عقله شغال بطريقة معقدة جدا لسه العلماء مش فاهمينها بالكامل. النهاية، العالم حوالينا أغرب مما نتخيل، والنوم مش بس راحة، ده لغز بيختلف من كائن للتاني. طبعا أنا مش هقول لحد اعمل لايك وسبسكرايب، لو عجبتك الحلقة من نفسك اعمل لايك، عشان كده بقول لك اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. والسلام عليكم.